إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم أعذها من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم وندعي كده لكل موتى المسلمين، يا رب ربنا يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله ويجعلهم من أهل الجنة. حطي لايك بقى وشير للفيديو علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. هنا بقى زي ما شفتوا في اول الفيديو هنعمل معاكم بقى كده كمية رز بلبن ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. رحمة كده، كله يدعي ان انتي بالرحمة، ربنا يرحمها يا رب ويرحم جميع اموات المسلمين، اللهم امين يا رب. هنا بقى معانا كمية لبن زي ما انتوا شايفين. الاول زي ما شفتوا في اول الفيديو نزلنا عليها بنص كيلو من السكر، يعني نص السكر والسكر حسب الرغبة زي ما تحبي. ممكن تضيفي الكيس كله او نص الكيس حسب رغبتك. ونزلنا عليها ب2 باكيت من الفانيليا وقلبناهم زي ما شفتوا معانا في اول الفيديو. تمام كده حلوين. هنا بقى كانت امي بتعمل الرز باللبن ده، بتطبخ الرز الاول، بتسوي نص تسوية كده، مش بتحطه حصى في اللبن، لا هي بتعمل الطريقة دي، بيبقى جميل جدا وبيبقى حلو وبيطلع ناجح معاك يعني ان شاء الله. نزلت بقى بنص الكمية زي ما شفتم وادته تقليبة حلوة كده وسابته على النار بقى شوية. معانا بقى كيلو من النشا، الكمية اللي انت شفتها دي هتاخد نص كيلو من النشا، يعني هما حوالي 7 أو 8 كيلو من اللبن. هتحط عليهم نص كيلو من النشا وعلبة قشطة حلوة كده علشان يكون كريمي معاك وحلو. وممكن تضيفي كيس من الكريم شانتيه انت وحسب رغبتك. هنا بقى بتقسم الكمية عشان هتعمل كمية تانية. انا صورت لكم بس اول كمية عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هنا حست ان هو كتير هتشيل معلقتين وهترجع تفضلهم تاني لان هم ما كانش كتر ولا حاجة. هنا بقى كده فضيته ببولة كبيرة وهتنزل على ب2 كيلو برضك من اللبن. يعني لو عاوزة تفكيه في مية مفيش مانع، او في لبن برضك متاح لي كده وده شغال. هنا بقى نزلت بكمية اللبن وبدأت ان هي تقلب كده. ولو عندك بقى مكسرات تقدر تحط عليه اي مكسرات بقى عندك ممكن تضيفيها انت وحسب رغبتك زي ما قلتلك. هنا بقى كانت بتفكه كده في اللبن بتدوبه عشان ما يكلكعش منها. واللبن معانا مستمر على النار بالرز. اللي ما بيجربش الطريقة دي اتمنى ان يجربها، هتعجبكم جدا وهتطلع ناجحة معاكم بإذن الله.
الكمية بقى بتاعتنا على النار اهي. هنا بقى نزلت بقى علبة القشطة، فكتها في شوية مية برضو، ونزلت بقى في اللبن كده، بتخليها كريمي وطعمها جميل جدا. وبدأت ان هي تقلبها برضو دقيقتين 3 كده، وهتنزل بالنشا بتاعنا برضو زي ما هتشوفوا. هنا بقى هتنزل بكمية النشا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى اول ما بتنزل بالنشا بيقوم ماسك في بعضه وبربط كده على طول ازاي، ما شاء الله ازاي. الف هنا يا رب على كل اللي كان ليه نصيب ياكل منه. اهو كده شايفين بقى، شايفين مسك وربط في بعضه ازاي، وبيبقى زي الكريمي من القشطة اللي احنا حطيناها. ولو عندك كيس كريم شانتيه برضو تقدر تحط فيها، يكون جميل برضك. هنا بقى الرز كان استوى برضك، وكان كده خلص معانا. هنبدأ بقى ان احنا نعبي في الاطباق او في العلب بتاعته اهو زي ما انتوا شايفين. نزلنا بقى كده من على النار، قعدنا بقى على الارض، وقعدنا بقى ايه نعبي اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله. يا رب يجعله كده في ميزان حسناتها ويرحمها يا رب، ويرحم جميع الموتى يا رب، اللهم امين. ويجعلهم في الجنة كده ونعمها ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. واهم حاجة اللايك، هو دعمك ليا، وده اللي بيرفع الفيديو علشان الفيديو يتشاف اكتر. خلاص بقى كده عبينا الكمية اللي معانا اهو.
كده الكمية بتاعتنا خلصت، نروح بقى نعمل الكمية التانية. نسيبكم بقى في رعاية الله، لايك وشير للقناة، اشوف وشكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.